أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في اسماعيلاوي، وبنشكر نجمنا أحمد الجمل الغائب الحاضر والزميل الجديد في المجال الجديد دي إن شاء الله بإذن الله بعد تفنيشه للكورة إن شاء الله، بس بعد عمر طويل بإذن الله ربنا يكرمه ويوفقه بإذن الله الفترة اللي جاية. معانا الوافد الجديد للنادي الإسماعيلي، المهاجم لنادي الرباط والأنوار الموسم ده الكابتن عمرو الفيومي. اهلا بيك كابتن عمرو. اهلا بيك كابتن. نقول بدايته كانت مع النادي الاهلي ناشئين، وبعدين انتقل لنادي بتروجيت وصعد معاهم في نفس الموسم اللي انتقل ليه، وبعدين انتقل لاتحاد الشرطه وصعد معاهم مع اتحاد الشرطه برضه للممتاز، وبعدين انتقل للجونه وصعد معاهم، واخيرا في الرباط والانوار ثم الاسماعيلي. تخصص تصعيد يعني تخصص صعود ودفع الخير طبعا اكيد. ايضا شارك مع منتخب مصر الناشئين ولعب كاس العالم للشرطه، كانت في التشيك ومصر فازت بالمركز الثاني. برج الحوت، وعلى فكره عايز اقول لحضراتكم معلومه عن برج الحوت، بيتقال عنه دايما ان هم من اللاعبين المميزين في اي رياضه بيمارسوها من سنورس بالفيوم. نجمنا ونجم النادي الاسماعيلي باذن الله الكابتن عمرو الفيومي. حقيقه احنا سعداء بوجودك معانا. انا سعيد اكتر كابتن علاء وكابتن محمد. مبروك التعاقد يا عمرو، يعني انا شايف ان دي خطوه كويسه ليك ان شاء الله في الفتره اللي جايه، ونتمنى ليك التوفيق، وعايزين نعرف برضو ايه طموحاتك مع الاسماعيلي ان شاء الله في الموسم الجديد. والله يا كابتن انا بتمنى اكون عند حسن ظن الجهاز الفني والاداره والناس اللي رشحتني الاسماعيلي، واتمنى بجد اكون اضافه للنادي، وربنا يسهل يعني واكون عند حسن ظنهم وهقدم اللي اقدر عليه يعني. اتقال كلام كتير جدا جدا في الفتره اللي فاتت، مضى ما مضاش. انت لسه ماضي امتى بالظبط؟ امبارح؟ مضيت اول امبارح بعد ما جبت الاستغناء. جبت الاستغناء، جبت استغنيتي ورقي والشرط الجزائي اللي كان موجود الدفع. والعقد كام سنه؟ 4 سنين. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني كابتن محمد صلاح ابو جريشه الفاكهه، نادي المئة، نجم الدراويش، اكتر لاعب في النادي الاسماعيلي حصل على اكثر عدد من البطولات هو الكابتن محمد صلاح. كنت بتشوفه وبتشاهده وهو بيلعب؟ طبعا. طب ايه اللي كان بيعجبك في اسلوب محمد صلاح ابو جريشه ان انت دلوقتي في الاسماعيلي هتلعب مكانه؟ كابتن محمد طبعا كل طريقه لعبه بتعجبني، يعني هو كان هيدرز مميز جدا. اكيد يعني اتعلمت منه برضه كتير كمان. ربنا يخليك، ويا رب كده اكون نصه حتى. لا العفو، ان شاء الله تبقى احسن باذن الله. عمرو، انت شايف ان النادي الاسماعيلي فيه مهاجمين مميزين جدا الفتره اللي فاتت، ويمكن اكثرهم تالقا في الفتره دي هو احمد علي، وعلى فترات اللي كانت قبل كده محمد محسن قبل ما يتصاب، وفي سليتي، وفي اضافه ان شاء الله هيكون في عمر جمال بعد شفائه ان شاء الله باذن الله تعالى. عبد الله سعيد. مجموعه كبيره جدا. شايف ان انت ممكن تتاقلم معاهم بسهوله، ولا طبيعه لعبك هتختلف عنهم؟ هي مش موضوع طبيعه لعبي تختلف عنهم، هم لعيبه محترمه جدا، بيبقى سهل الانصهار في وسطيهم، يعني لعيبه جدعه زي ما احنا ما بنقول كده. لكن حته ان انا ادخل في وسطيهم دي ان شاء الله باذن الله تبقى علاقتي بيهم، وان انا اقرب منهم والكلام ده، انا ان شاء الله باذن الله في اسرع وقت ابقى واحد من قلعه الدراويش باذن الله يعني. كابتن محمد سالك سؤال بطريقه، هسالك انا بالطريقه الثانيه. انا عارف صعبه اللي هي واثق ان شاء الله تلاقي لك مكان ثابت في هجوم الدراويش. انا طبعا بتمنى، وانا يعني هو قال لك السؤال بتاعه بقولها لك بقى بالطريقه الثانيه. انا فاهم حضرتك عايز تقصد ايه، بس هي انا جاي عشان اتمرن كويس واعمل اللي عليا واشد حيلي، وان شاء الله باذن الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ودايما انا بتمنى اشوف انت ده انت ده في مباراه المحله احرزت هدفين يا ما شاء الله. واخد بالك كابتن، منطلق من جول لجول، عنده سرعه جميله جدا، وبعدين رؤيته للمرمى جميله جدا، ان هو احرز هدف جميل في الزاويه الضيقه. انت بتحيي مين دلوقتي؟ كابتن محمود سرحان. الناس بعد الجون الاول، ده الجون الثاني، هو بعد الجون الاول بيقول لي لو جيت لي الجول الثاني انا كده مش عايز منك حاجه ثانيه. هو كان اول مره يتولى مقاليد الامور كمدير فني بعد انت الكابتن رمضان سيد. كنت هاتريك في الماتش ده مش كده؟ 3. بص هو انطلق وما شاء الله احنا بالبطيء، ومع ذلك شايفينه من نص الملعب بيتفوق على كل لاعبي غزل المحله. لاعب غزل المحله بيندهلي، يعني هو بيجري خد رايح فين، خد رايح فين. ايه ده، كانوا بيهرجوا دول ولا ايه؟ لا مش كده، اللي هو مش ما اعرفش بقى، يعني بيندهلك بيقول لك راح فين؟ راح اجيب جون وجبت الجون. لا والله شيء رائع.
وجمهور المصري الجميل اللي بيشجع كل الفرق. ان شاء الله تكون اللي اضافه بتمثل. كويسه. بس في حاجه والله، جمهور المصري وانا بجيب الاستغنى بتاعتي، اي حد يشوفني وانا داخل اجيب الاستغنى، ايه رايح فين، احنا اولى وبتاع. اول ما كانوا بيعرفوا الاسماعيلي، لا خلاص احنا اخوات والناديين زي بعض الله وما الله. طلعناش بره. والله العظيم. هو ده يعني ده شيء جميل. ده ماتش الجونه اللي انت صعدت بيهم من القسم الثاني للاول. وفرحان طبعا بالهدف رائع. كابتن اسماعيل يوسف برضو. انا اعتقد ان الجهاز الفني الاسماعيلي كان يتمنى يشوف الشرايط دي قبل ما يتعاقد مع كابتن الفيوم يعني. لا بس هم عارفينك طبعا متابعينك يعني، مش هتعاقدوا معاك. سيرته طيبه جدا من فتره يعني. انا كنت بتكلم مع كابتن محمود جابر فقال احنا محتاجين في الاسماعيلي لاعب السوبر، مش محتاجين لاعب عادي. فيعني لاعب يكون اضافه يعني، احنا يكون اضافه، يكون افضل يعني افضل من الموجود. فعشان كده يعني الكل متعشم ان كابتن محمد عمرو الفيومي ان هو يحرز. ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم، عند حسن ظن الكباتن اللي اختارتني والاداره والحاج حماد والباشمهندس نصر والاستاذ خالد الطيب طبعا تعب معايا كتير. حقيقه انا عايز اشيد في الاداره بخالد الطيب حقيقي. عمل دور كبير عشان تكون موجود معانا دلوقتي وتكون موجود ايضا في الاسماعيلي. الحاج عاطف برضو عايز اقول لحضرتك، استاذ عاطف زايد ممتاز رائع. احنا قلنا اداء متناغم من المجلس. مش عارف اتكلم ازاي يعني، بسم الله ما شاء الله بجد. والله العظيم. طب السؤال اللي انا بساله دايما كل لاعب جديد، حسيت ان انا رايح مكان الواحد مطمن فيه. السؤال اللي بساله كل لاعب جديد بينضم للاسماعيلي يقول انا كنت من زمان بحلم ان انضم للاسماعيلي، انا من زمان بموت في الاسماعيلي. خصوصا ان جات لك عروض يعني، جالك من الحرس وجالك من الاهلي والزمالك. اخترت الاسماعيلي ليه يا حبيبي؟ انا كل اقول لحضرتك حاجه يعني، انا من الاول نادي الاسماعيلي اول نادي اتكلم معايا. اول نادي اتكلم معايا مستر احمد حسن وكيل الاعمال. كان في لعيب عندنا في النادي معاه، فجاي اتفرج على ماتش كان بنها، فانا حطيت في الماتش ده جونين. فبعد الماتش راح نادي قال لي هات رقمك وبتاع وخليك على اتصال بيا. بعدها بحوالي مثلا اسبوعين 3 كان كابتن عماد تابعني وكده. فبعد كده راح مكلمني وقال لي يا فيومي تعالى كابتن عماد تاني ليك برضه في المحل. جون ده جميل جدا يعني، حاططها في مقتل يعني. جون بينم عن مهاره وعن توقع رائع في الملعب. نتمنى بقى ان كل ده يتعمل مع الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله. فكابتن عماد شاف السدهايه وكده فقال له خلاص اوكي هنتابعه بس ماتشين كمان في الملعب. فبعد ما خد اوكي خلاص راح مستر احمد مكلمني وقال له خلاص تعالى عشان كابتن عماد عايز يقعد معاك وكده. رحت قعدت مع كابتن عماد وكابتن محمود جابر وكابتن اشرف، وناس اتعاملت معايا بطريقه يعني انا ما كنتش متخيلها. يعني ما تخيلتش ان انا هتعامل المعامله دي بصراحه. فبعد كده حبوا يجيبوني في شهر واحد فما كانش نافع. النادي اتمسك بيا عشان كنا ماشيين في الدور الاول كويس. مظبوط. فرفضوا ان هم يفرطوا في اي حد. فجاء بعد كده كملت معاهم الدوري. الباشمهندس نصر قال لي يا ابني لاخر لحظه انت في النادي بتاعك لازم تعمل اللي عليك، والاخر دقيقه لازم تديهم كل حقهم، لان خلاص طالما انت قالوا هتقعد انت معانا، وده وعد مني وكلمه شرف بيننا وبين بعض. انت بتاعنا سواء بقى مستواك عالي انت خلاص بتاعنا، احنا شفناك واخدين فيك قرار. بس اهم حاجه تدي للناس دي حقها. تمام. فحتى بعد الدوري كلام محترم جدا. طبعا يعني طبعا. حتى في اداره نادي الرباط عارفين الكلام ده. فبالتالي لما رحت ادفع الشرط الجزائي الناس ما ترددتش ثانيه، حتى كان رئيس الشركه مش موجود فكابتن محمود سرحان ما ترددش ثانيه. في اقل من 5 دقائق كانت استغنيتي معموله والموضوع كان منتهي. طب عمرو، كان انت عارف او عندك خلفيه طبعا عن جماهير النادي الاسماعيلي والناس كلها تعرف مدى ثقافه جماهير النادي الاسماعيلي بالنسبه لحبها للكوره وللنادي الاسماعيلي ولاعيبته. الجماهير دي بتعشق اللعيب المهاري واللعيب المقاتل في الملعب. انت شايف ان انت من النوعيه دي؟ اقول لحضرتك حاجه، انا طبعا بحب جمهور الاسماعيلي. دي حاجه جميله بصراحه يعني بعيد بقى عن انا يعني اسماعيلاوي مصراوي اهلاوي زملكاوي، لسبب كل نادي في مصر عنده جمهور كبير. يعني الاهلي جمهوره كبير، الزمالك جمهوره كبير، المصري جمهوره كبير، لكن اكتر جمهور في مصر فاهم كوره جمهور الاسماعيلي. تمام. وده اللي مطمني يعني. الجمهور الاسماعيلي انا مطمن ان انا هلعب قدام الجمهور ده لانه بيعرف يقدر اللعيب بس. فانا مش قلقان.
احنا بنفرجك دلوقتي لقطات حصريه لبرنامجنا لجمهور الاسماعيلي في مباراه الاتحاد السكندري. احنا شفنا خطوات تجهيز الدخله دي على فكره يعني عرف معروف مع الالتراس، في كل مباراه بيعملوا دخله جديده. اليلو دراجونز اللي هي الالتراس الاسماعيلي عاملين شغل رائع، واحنا بنصور في كواليس المباراه طريقتهم في التشجيع، طريقتهم في اظهار اللافتات الجميله، الورق الملون. اعتقد انت تتمنى تكون نجم هذا الجمهور. طبعا طبعا اي حد يتمنى، مش انا بس والله، اي حد يتمنى. ايه اللي بتحلم بيه انك انت تحققه مع الاسماعيلي؟